وبعد ما اكتشفنا سحر حلوان وتاريخها العلاجي والاثري بيظهر لنا من كل معالمها ركن فاروق، الاستراحه الملكيه اللي بتحكي جزء من حياه الملك فاروق في حلوان. يلا بينا نعرف الحكايه من بدايتها مع الدكتور ايه. دكتور ايه، حابين نعرف مين هو الملك فاروق؟ اهلا بيكي. الاول الملك فاروق طبعا من ملوك العائله المالكه او من عصر اسره محمد علي، وهو ابن الملك احمد فؤاد الاول، واتولد في قصر عابدين سنه 1920 ميلاديه. وكعاده كل ملوك الاسره المالكه ان هو في البدايه بيتربى في قصر عابدين وبيتعلم بعض العلوم الابتدائيه، وبعد كده بيبدا يسافر بره عشان يكمل التعليم بتاعه او يكمل دراسته بكل بقى اللغات الاجنبيه بعد كده. والملك فاروق بالفعل سافر لمنطقه انجلترا عشان يستكمل التعليم بتاعه. وبعد كده لما جه عرف ان والده مريض وان والده هيتوفى، بدا ان هو يرجع هنا مصر تاني عشان يكون في ولايه الحكم سنه 1936. ودلوقتي مع دكتور ايه هنكمل حياه الملك فاروق وازاي اتولى الحكم. تمام. طبعا الملك فاروق بعد ما والده الملك فؤاد الأول اتوفى جه هنا مصر ورجع مصر وتولى الحكم 1936، وفضل في الحكم حوالي 16 سنة. وبعد كده مع 1952 أجبر على إن هو يتنازل على الحكم لابنه الملك أحمد فؤاد الثاني، وكان أحمد فؤاد الثاني في الوقت ده عمره بالظبط 6 شهور. وبعد كده اتشال الملك أحمد فؤاد الثاني واتشال الملك فاروق واتنقل من مصر على باخرة خديوية لإيطاليا. وبعد ما الملك فاروق اتنقل هو وأسرته إلى إيطاليا اتوفى هناك، ويقال إن هو اتقتل بالسم المدسوس في مطعم من مطاعم إيطاليا الشهيرة. ولما حب إن هو يرجع هنا يدفن في مقابر العيلة الملكة في جامع خشيار هانم اللي موجود قدام السلطان حسن المعروف بجامع الرفاعي. ولكن في الوقت ده رفضت الحكومة المصرية إن هو يتنقل، وفضلت بناته تحاول ان هو يتنقل جثمانه لغايه لما اتنقل لمقابر حوش الباشا، ثم بعد كده اتنقل للمقبره بتاعته اللي موجوده في خشيار هانم، هي مقبره صغيره كده. ده بالنسبه ازاي يتولى الحكم وتاريخ توليته الحكم وتاريخ وفاته. بعد كده كمان الملك فاروق في اثناء حياته والدته طبعا كانت الملكه نازلي، والملك فاروق اتجوز من زوجتين. اول زوجه كانت الملكه فريده وانجب منها 3 بنات. بعد كده حصل ما بينهم انفصال واتطلقوا. ثم بعد كده اتجوز الملكة نريمان، والملكة نريمان أنجبت له ولي العهد الملك أحمد فؤاد الثاني. وده كده باختصار شديد يمنا حياة الملك فاروق وازاي اتولى الحكم وازاي توفى وازاي اتنقل جثمانه من هناك لهنا. يا دكتور، شكرا لحضرتك.